طبعا انا سعيد بحضور حضرتك ليا في وزاره الداخليه واهتمامك بالامر. وانا الحقيقه التقيت لاكثر من ساعتين الا ربع بالمسؤولين في وزاره الداخليه. هم تفهموا الموضوع والحقيقه حسوا بحزن وشجن نفسي كبير جدا جدا في شخص الوزير او كبار قياداته. الحقيقه كان جو من الشجن ومن الحزن ومن الكآبة لدرجة أن هناك دموع خرجت في الجلسة. كيف نصل إلى هذا الأمر في مصر، وكيف وصل الأمر بأن أحد أبنائها وأحد كتابها وأحد المهتمين بأمر الثقافة والفكر والكتاب فيها يصل الأمر إلى أنه يقدم استقالته من بلده من مصر إلى أن يتخلى عن جنسيته وعن جلده. هذا كان أزمة شديدة جدا جدا جدا، كان أزمة نفسية الحقيقة في مكتب السيد الوزير. مصر بالفعل هي دولة، هي وطنك وهي بلدك وهي عرضك وهي شرفك وهي موطنك وهي موئلك وهي مولدك. لكن كون أن توصلك القيادة السياسية إلى أن تتخذ مثل هذا القرار بالفعل، وأنا جاد فيه وجازم ومؤكد أنه قرار نهائي لا رجعة فيه. وقد حاولت معي القيادات الداخلية على رأسها معالي الوزير أن يبقى فيها استثناء عن موقفي، وأنا يستحيل أتراجع فيه. وهم وعد الحقيقة معالي الوزير وعد أنه لازم يتناقش مع رئيس الجمهورية في الموضوع، لأن ده قرار سياسي ما يقدرش يتخذه بمفرده. فالذي حدث أنني اتخذت هذا القرار لكي أدافع عن مصر كما قلت لحضرتك قبل التصوير والتسجيل أن هناك مستشارين كثيرين لمرسي قد استقال، وهذا يعتبر استقالة من الوطن وأشد أنواع الاستقالة. هي ليست إقالة أو استقالة من منصب. وبالمناسبة ليس معي جنسية أخرى لن أقبل أي جنسية، لا جنسية أمريكية ولا جنسية بريطانية. ومن هنا من خلال حضرتك أدعو كل المصريين كما قلت في بلاغي الذي قدم الآن لوزير الداخلية، أدعو كل المصريين أن يحذوا حذو في هذه الفكرة لكي يكون هذا هو الخط الفيصل بيننا وبين هذا النظام حتى يسقط ويتهاوى ويسلم تسليما نهائيا. وأن يحذوا حذوي ويتنازلوا أيضا عن جنسيتهم، يا إما أن يحكموا حتى لا يحكموا أحد. يعني ماذا لو أن كل المصريين قالوا شكرا إحنا مش عايزين الجنسية دي طالما أنتوا بقى فيها، هم بقى خلاص مصر بقت بتاعتهم هم، تبقى فضيحة سودة. وقتها سندخل العالم كله لكي يوازن هذا الشعب العظيم. وما اعتقدش ان يبقى عندهم، رغم ان هم عندهم صدق يقبلوا ان مرسي يحكم بس 5-6 في اصل الاتحاديه، لانه مغيب عن الصوره، يعيش في واقع غير الواقع وفي دوله فيما يبدو غير الدوله. فبإيجاز شديد ادعو كل المصريين للانضمام الى جبهتي، جبهه الجنسيه او الاخوان. اما ان تكون لنا جنسيه مصريه واما ان يكون هناك اخوان. لن نرتبط بجنسيه مصريه في ظل وجود هؤلاء.